عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهارده نازله معاكم بفيديو جديد كده مختلف شويه. هوريكم بقى اسعار الحاجات الاورجانيك اللي الصراحه اسعارها يعني مش عايزه اقول لكم ولا تفكروا تشتروها اصلا. اسعار فوق الخيال بالنسبه للخضار وبالنسبه للبهارات والحاجات دي. عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها اورجانيك طبيعيه 100%. بس الاسعار يعني مش عايزه اقول لكم اصلا شكل الخضار ما يفتحش النفس خالص. يعني ده بلان كده وملوش رونق كده حلو كده وشكله مش حلو قوي. بس غالي جدا. ليه يا جماعة؟ علشان هو اورجانيك بدون اي مواد كيماوية. فالموضوع بالنسبة لهم مختلف جدا الحقيقة. يعني انا واحدة من الناس ما فكرش ان انا اشتري بالاسعار دي خالص. يعني ايه يعني الاسعار دي؟ مش فاهمة. يعني دي طماطم اورجانيك، وده مش عارفة خاص باين، وده فلفل جزر، كل ده اورجانيك بس الاسعار فوق الخيال. يعني حبيت اوريكم كده جولة اللي ما يعرفش الحاجات الاورجانيك يعني يعرفها ويتعرف عليها كده ويشوف اسعارها. العنب والحاجات دي غالية جدا. ودي خوخ، يعني حاجات كده ب300 جنيه و400 وحاجات كده غريبة كده. يعني مش عارفة الصراحة الأسعار دي جاية منين، من كوكب تاني ولا ايه؟ مش عارفة. الكيوي ده عايزة اقول لكم الواحدة بس ب25 جنيه الواحدة. فمش عارفة الصراحة. يعني قولولي بقى انت لو مكاني هتشتروا حاجات من دي بالاسعار دي ولا لأ؟ يعني انت لو واقفة كده قدام الحاجات الاورجانيك دي هتجيبي منها؟ وده البصل، يعني اسعار خزعبلية زي اللي بيقولوا. 80 جنيه الكيلو، ب80 جنيه في بتاع ده الرمان اللي كان الكيلو ونص ب10 يعني. هنا الكيلو ب80 جنيه. والتفاح الاخضر انا الصراحة بموت فيه التفاح الاخضر ده، بس عمري ما هشتريه بالسعر ده خالص. ب300 ب280 جنيه الكيلو. يعني يعني الكيلو يعني مش عارفة الكيلو هيبقى فيه كام واحدة اصلا، يعني 5 6 بالكتير قوي. ده الكيوي زي ما قلت لكم الواحدة ب25 جنيه. 25 جنيه لازم ال99 دي. يعني ما تقولوا 25 جنيه وخلاص. ارخص حاجة هنا هو السفندي. السفندي. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.